طبعا معروفة إن تاني يوم رمضان بنفطر بواقي المحشي بتاعت أول يوم رمضان. مش افتكاسات، ده ثوابت يا جماعة، محدش بيلعب في الثوابت يعني. فالنهاردة إن شاء الله تاني يوم رمضان هنفطر مع بعض المحشي تاني، بس طبعا هنجدد حواليه كده، يعني مش هيبقى نفس المنيو بتاع أول يوم. في البداية كده، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة إبداعات عزة، والنهاردة قلت بقى اصور لكم فيديو كده، بما ان احنا يعني مقضيينها شورتس كده، مش بنصور فيديوهات. طبعا انا ما صورتلكوش المحشي اول يوم لان انا عارفة ان انا عملته كتير قوي قوي معاكم، وان خلاص الموضوع يعني مش محتاج بصراحة ان يتعمل له فيديو تاني. فانا وريت لكم بس الفطار كان ايه عشان ناخد افكار من بعض، لكن الطريقة بقى لقيتها يعني خلاص بقى اتعودنا عليها، وكمان موجودة في القناة، يعني عايزة اقول لكم 100,000 مرة. فالنهارده بقى فاضل محشي، بس انا كنت عامله معاه اول يوم لحمه، فاللحمه خلصت فقلت بقى اعمل جنبه النهارده فراخ. هعمل بقى الفراخ في الصينيه، وطبعا برضو عملتها معاكم كتير والله جدا بنفس الطريقه، بس انا بحب ان انا يعني اسمعكم صوتي، وان انا اصور لكم فيديو جديد علشان ما ننساش بعض، يعني نفضل على تواصل. طبعا انا عملت البصله كده في الكبه، معاها كام فص ثوم وقرن فلفل وطماطميه واحده، ونزلت عليهم بقى بالملح والفلفل والقرفه والجنزبيل ورشه الحبهان المطحون وكركم وكاري وبابريكا ورشه جوز الطيب. حطيت بقى بتاع دوت خل، وحطيت صويا صوص وبس كده، وزيت، معلقه واحده كده بس زيت. وبفتح طبعا صدر الفرخه زي ما انتم شايفينه كده علشان يستوي وما يبقاش متفل كده وناشف، لا احنا بنحبه طري قوي قوي، فبفتحه كده علشان يستوي ويبقى طري جدا جدا. وببتدي ان انا اتبل الفراخ طبعا كلها من كل الجهات، وطبعا الورك برضو بفتحه بشققه كده من جوه من اللحم من جوه، لكن بسيب الجلده عشان تبقى محافظه على شكل الورك، يبقى شكله حلو. وكمان الجلده دي بتخلي يعني الشكل متحمر كده وشكله حلو قوي. في التقديم كده ميبقاش طالع مهري كده ومفتح وشكله مش حلو، لا برضو بنحافظ على الشكل، اهم حاجه. حطيتهم طبعا في الصينيه وتبلتهم من كل الجهات، وبعد كده نزلت عليهم يعني فنجان ميه كده، وبعد كده كتمت الصينيه كده زي ما انتم شايفين بورق الفويل، واحطها على البوتاجاز لحد لما الفراخ تستوي على الاخر. بعد كده هبقى اشيل الفويل وادخلها الفرن تاخد بس كده تحميره، وخلاص كده، واعمل لها فحمه، وتبقى الفراخ بصراحه بتبقى فظيعه. في السحور وانا بجهز السحور تاني يوم كده، كنت نقعت كده جزء من قمر الدين، هي لفة تقريبا 200 جرام، خدت منها نصها، وخدت كام ورقة كركديه كده غسلتهم وحطيتهم كلهم كده، وحطيت معاهم 3 كوبايات من المية، وحطيت نص كوباية سكر وحطيتهم يغلوا، وبعد كده كتمت الحلة وسبتهم لتاني يوم كده لما كنت بجهز الفطار. خدتهم طبعا صفيتهم، ولو لقيتهم محتاجين سكر تاني بحط، بس انا طبعا الايام دي ما بزودش سكر قدر الامكان يعني. وبس كده، وصفيته وحطيته في الازازه كده علشان احطه في التلاجة يسقع شويه، ويبقى ده العصير بتاعنا النهارده. انا كنت عامله اول يوم صوبيا، فالنهارده بقى تمر على كركديه. طبعا تسخين المحشي انا مش هقول لكم ان انا عندي مايكرويف بقى وهنسخن والكلام ده، فلو سخنته في الحله زي ما انتم شايفينه كده في نفس الحله اللي انا كنت عامله فيها، هيتحرق ويتلسوع ويتهق، ونيجي ناخده كده نلاقي الصوابع كلها مفككه ومش حلو خالص. فدي احسن واسهل طريقه، وما بياخدش وقت خالص في التسخين، وكمان بيبقى حلو قوي، الصباع بيلمع كده وكأنك لسه مسويه الحله دي دلوقتي حالا، وجايباها من على النار. جبت حله كده حطيت فيها شويه ميه، وجبت المصفى حطيتها فوق الحله، وحطيت فيها الكميه اللي انا عايزاها تقضينا للفطار، وغطيت الحله كويس قوي وسبتها بقى على النار. بصوا ما بتكملش نص ساعه بيكون المحشي كأنك لسه يعني لسه مسويه دلوقتي حالا، الصباع بصباعه كده وبيلمع ومتماسك وسخن، وبصوا بيبقى فظيع. طبعا انا بوريكم اهو الفراخ لما طلعت من الفرن، حطيت لها الفحمايه وهغطيها تاني واكتم عليها. طبعا انا باخد من الزيت اللي نازل من الفراخ على الفحمه، وهكتمها بقى بورق الفويل تاني علشان الدخان يطلع يعمل لي ريحه الفحم، وتبقى كأن الفراخ مشويه على الفحم بالظبط. واوريكم كمان المحشي، بصوا خلاص بيستوي، يعني مش بيستوي خلاص سخن، بصوا الدخان طالع منه قد ايه. وكان بصراحه الاكل جميل جدا، وطبعا السلطه والمخلل والحاجه الساقعه والتمر على كركديه، وبألف هنا وشفا.